لله رب العالمين. نبشر الشعب السوداني البطل، نبشر يا أمة السودان، تم اكتشاف احتياطي للغاز الطبيعي يقدر بحوالي 64 مليار متر مكعب بالمربعات البحرية 15 13 16 26 22. اكتشاف كبير له ما بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الحلم سيصبح واقع، وإن شاء الله بإذن الله حيدف عجلة الاغتصاب إلى الأمام بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا قلت لكم ومتفائل، ووالله كل ثقة في الله رب العالمين سيكون عام خير وعام بركة وعام رخاء على الأمة السودانية بإذن الله سبحانه وتعالى. عرفتوا علي يا جنجويد؟ البل جاي، بل جاي من كل مكان. والله نقتلكم حسرة، نقتلكم مغصة تسعاد لعزك، والله وبالله. عرفتوا علي؟ نكملكم بعد ما نخلي فيكم 5-6 مليون مقطع لا يعرف يهرب لا يعرف يقعد. وانتوا يا المقطعين حنجي نلقى اهلكم منكم معردين. الله، حنبدا بالشارع العلوي. ايها المقطعين، حنجي داخلين في الضعين وفي نيالا، وحنلقاكم يا المقطعين اهلكم جروا منكم معردين. حنلقاكم قاعدين، حنشغلكم في شغل الخمجطين. نعم، يعني انت ما بتقدر تتحرك لا متر ولا مترين، لكن احنا بيخليك قاعد تعجن الطين. الله على الشعر لما يكون حنين وجميل. نعم، حنخليكم في شغل الطين. نعم، يعني حنشغلك. اي، عرفت علي؟ ما حيسوقوك، انا متاكد حيتخلوا عنك لانك بندق رخيص معفن ما تسوى قرشين. ما في زول بيشيل زول مقطع عشان ياخروا من العريت. فبالتالي احنا حندخل ان شاء الله المناطق دي وحنلقاك في البيت الله ورقبتك، وحناخدك بكل حنيه، وحنجيب لك اكل يفتح النيه، حنخليك ترقص زي خالتك سميه، حنعذبك عذاب ما شفته في الدنيا دي. والله ايها الجنجويد المقطع، سنجعل منك مسخرة تتحدث عنها الكتب. عرفت علي؟ ده حق الشعب السوداني يا اشويس يا ود الاشويسيه يا بلك بل ما شفته في حياتك. يعني في الحالتين مقطع مقطع نحن حقنا بناخده منك. ان شاء الله شفت نشغلك تعجن سمسميه، ان شاء الله ترمي طعميه، ان شاء الله تقعد بس في الحته دي. عرفت علي؟ تقعد بس ونشغلك اي شغله، يعني ما تقعد لين عاطل. خلاص عملت فاهم، قطعت وتصدق من يومك ني وبتاع قاعد ضلله وبتاع لعلوب. تقول انا مقطع ومعتمد على مقرن تشتغل وتجيب لك. لا لا، بعد ما مقرن تهرب منك ونلقاك قاعد براك ايها الاشويس المعفن المقمق، حنجيبك حنشغلك وانت قاعد. كنا احنا خطه النقاط في الحروف دي ما حرب بتاعت هامش، ولا حرب بتاعت ديمقراطيه، ولا حرب عشان تجلب العداله والمساواه في الحقوق. دي حرب بتاعت احقاد دفينه، احقاد لم ينزل الله لها من سلطان. دي حرب بتاعت امراض نفسيه لا يصلح معاها الا الاباده التامه. عشان كده الشعب السوداني من يوم قال بل قال بفهم ودرايه، وعارف انه التفاوض ما بيحقق غايه. الزيك والدبلالوبك ما حرقوا في الشوايه، بكره بدمر السودان ولايه ولايه. انا على هذا المثال ساقولها ليست تحدثا عن القبائل، ولكن ده التاريخ. انا حوريكم بس بالنسبه لقبيله الرزيقات. قبيله الرزيقات يا اخوه الكرام حاربت كل بشر السودان. الرزيقات حاربوا، الرزيقات نفسهم اتحاربوا في بعضهم سنه 1966، حاربوا حتى نفسهم. الرزيقات ضد البني هلبة حاربون سنه 1974. الرزيقات اقاموا حرب شعواء ضد الدينكا سنه 1987. الرزيقات عملوا حرب شعواء ضد الداجو سنة 1988. الرزيقات عملوا حرب شعواء ضد الزغاوة سنة 1997. الرزيقات عملوا حرب ضد الفور سنة 2003. الرزيقات عملوا حرب ضد الفلاتة سنة 2005. الرزيقات عملوا حرب ضد المساليد سنة 2006 ودفنوا الناس أحياء. الرزيقات عملوا حرب ضد الهبانية سنة 2009. الرزيقات عملوا حرب ضد الترجم سنة 2010. الرزيقات عملوا حرب ضد البرقد سنة 2011. الرزيقات عملوا حرب ضد المسيرية سنة 2011. الرزيقات عملوا حرب ضد البني حسين سنة 2013. الرزيقات عملوا حرب ضد السلامات سنة 2013 وقتلوا الناس وأحرقوهم أحياء.
الرزقات عملوا حرب ضد المعالية سنة 2015 دامت لأكثر من 3 مرات على 3 سنوات. الرزقات عملوا حرب ضد الهبانية سنة 2015، والآن منذ 15 أبريل 2023 هذه القبيلة عاملة حرب مع السودان كله. عرفت يا إخوتي الكرام؟ هناك حرب، هناك أحقاد، هناك كراهية لا ما أنزل الله بها من سلطان. أخوي معتز العزك، حاجة فوق مستوى الخيال وفوق مستوى الوصف. أنا عايز أوريكم أي مرحلة من الضلال وأي مرحلة من الكراهية وأي مرحلة من الأحقاد النفسية اللي بتضغط هؤلاء المرتزقة. نسمع مع بعض ونشوف يا إخوتي الكرام. القائد اللواء طيب رسالة تصل كل الأشاوس في المحاورة الأمامية. الفلول دي يا جماعة يدقوا ينبلوا في سنجة عندنا بالشيف. والله شايفين البكي والقرورات، شايفين دي سنجة، وبنقول لهم الفلول لسه والله موضوعكم لسه معانا. طيب يا أشاوس، شايف بعض من الأشاوس فرحانين دقوا سنجة، بيقولوا ده تار البيشي. دقوا سنجة، الأشاوس ديل بتكبر وبتهلل وبتقول ده تار البيشي. يا أشاوس، أنا تار البيشي، تار عبد الرحمن البيشي. يا أشاوس احنا ما دايرين نخطبها طايرة. عندنا الطايرة، ما دايرين نخطبها طايرة. عندنا المسيرات، ما دايرين نخطبها المسيرات. أشاوس، تار البيشي بيختلف من شغل المسيرات. تار البيشي مختلف من شغل الطائرات. يا أشاوس الدعم السريع. تار البيشي ده موضوع طويل، تار البيشي موضوع طويل. اقسم بالله تار البيشي يا أساوش دارين تطلعوا علينا تار البيشي وتبصدوا الشعب السوداني في تار البيشي وتبصدوا أهل البيشي. الفرقات دي تبذلوهم في سنجة، تربطوهم ربيط بس. اقسم بالله ربيط ما تخسروا فيهم بركة. يهودا تار البيشي. يا إخوتي الكرام، الحرب دي أي زول والله وبالله، والكلام ده من هنا رسالة للسياسيين أولاد الحرام اللي ما عندهم علاقة وانتماء لهذا البلد، وكل ما يهمهم هو المناصب والكراسي وكيفية مخرج يعودوا به للشعب السوداني ومن أجله يقفزوا إلى الكراسي. والله وبالله من لم يرى في هؤلاء الرعاة الكراهية والحقد اللي ما أنزل الله به من سلطان، من لم يرى فوهو والله بالله لا أجد عبارات تناسب أن أقول فيه. من لم يرى فيكم مستوى الكراهية والحقد والأمراض النفسية المتجسدة في هؤلاء البشر، هؤلاء البشر اللي عايزين يقتلوا الشعب السوداني كله باسم الفلول وباسم الكيزان، عايزين خاتين الشمال ده كله عن بكرة أبيه باسم الجلابة. والله وبالله أنا لو كنت في مكان السلطة، وأقسم بالله ورب الكعبة، وأقسم بالله لو أكلت لي مهام القيادة والسيطرة ليقولوا هنا كان جنجويدي.